وربنا يا جدعان انا بتفرج على الكوره في القاره دي ببقى عايز اهبط دماغي في التلفزيون. هو إيه اللي الحكم بيعمله ده يعني؟ ايه ده يا معلم؟ ايه ده بجد؟ طرد ليه بقى يعني؟ انا عايز افهم طرد ليه. عشان لمسوا؟ بنلعب لمس ولا بنلعب كوره احنا بقى؟ انا مش فاهم بامانه. قرارات غريبه، والماتش كان ممكن يتقلب علينا، وممكن الفرقه تجيب جون والماتش يتقلب خالص ونبقى خلاص بسبب الحكم ممكن نضيع. عدت على خير والاهلي كسب مكسب اداء يعني. ما فيش اداء الفتره دي الاهلي، ما فيش اداء. لسه الراجل جديد ولسه بيكتشف ولسه بيتعرف على اللعيبه، فما تقدرش تقول اي حاجه، ما تقدرش تلومه في اي حاجه، ما تقدرش تطلب منه اداء وهو جاي اصلا مستلم فرقه اصابات وبدني صفر وتكتيكيا مفيش. فما تقدرش تلومه على اي حاجه. كل اللي انت تقدر تعمله انك تسبورت بس لحد ما الفتره دي تعدي، ويبدا الراجل بقى يحط بقى التاتش بتاعه ويبدا يحط التكتيك بتاعه. ساعتها تقدر تتكلم بقى، تطلب اداء، تطلب بقى فنيات. لكن دلوقتي ما تقدرش تطلب حاجه. فواحده واحده ان شاء الله الريتم يعلى، الاداء يجي، وربنا يكرم الفتره الجايه. ويناير لازم نلحق نفسنا بباك ليفت ومساك وفيرود ووينج رايت، عشان هنخش في المعمعة. وبجد الموضوع هيبقى صعب واحنا دفاعيا سيئين جدا جدا جدا. بعيد عن الماتش ده، كده كده الفرقة اصلا اللي بتلعبنا ما فيش اي حاجة، بس احنا سيئين دفاعيا. ولازم في يناير ندعم المراكز دي عشان الفرقه تقوم على حيلها. فان شاء الله الفتره الجايه الفرقه تفوق، والمدير الفني يبدا يحط بقى التكتيك بتاعه، ويبدا الريتم يعلى، ويبدا الفنيات تعلى شويه. فمكسب مهم عدينا بيه من الدور ده، ونركز الفتره الجايه اكتر واللعيبه تركز اكتر، وان شاء الله الاداء يرتفع والشكل يبقى احسن بكتير. فان شاء الله الفتره الجايه كلها خير ومكسب لينا. والسلام عليكم.